ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى فيديو جديد من وصفات رمضانيه خطيره. والوصفه بتاعتنا النهارده صدقوني هتبقى ادمان عندكم. والوصفه بتاعتنا النهارده دي مبنستغناش عنها في رمضان. تعالوا اقول لكم ازاي عملت لتر كامل من الكريمه اللباني ب 30 جنيه بس. وعايزه اقول لكم ان اسعارها بره بقت حاجه كده مش ممكن. النهارده هنعمل الكريمه اللباني القوام الخطير اللي انتوا شايفينه. اللون والطعم حاجه هتبقى ادمان. صدقوني هتبقى خطيره. وبنفرزها وبننزلها كمان قبل ما نشتغل بيها. تبقى زي الجاهزه ويمكن احسن. تعالوا بينا نشوف بقى عملنا الكلام ده ازاي. بصوا القوام. مش قادره اوصف لكم القوام واللون والريحه. يا جماعه حرفيا كريمه لباني احنا شايلينها من بره. اول حاجه عندي لتر من الحليب. يكون كامل الدسم، ضروري يكون كامل الدسم. ويكون جايبينه كده من مكان احنا واثقين فيه. انا هكون غلياه قبل كده غلوه وسبته يبرد تماما. بعد ما برد تماما دوبت فيه معلقتين كبار من الدقيق زي ما انتم شايفين كده على البارد. وهرجعه على النار لغايه بس ما القوام يتقل. اول ما القوام يتقل معايا كده خلاص بنرفعها من على النار. بعد كده هنحط بقى ربع كوبايه كده من الزبده، وبرده الزبده تكون طعمها حلو عشان تدينا نفس الطعم والقوام كده بتاع الجاهز. هقلبها كده وهي الحله سخنه، مش هنرجعها على النار تاني. وبعد كده هنقلها ضروري بقى في مكان يكون بارد، يعني زي بايركس كده او اي حله تاني. علشان طعمها ما يغيرش. هسيبها تبرد زي ما انتوا شايفين بقى كده. عملت زي قشطه كده من على الوش. علشان هي الحليب بتاعنا دسم. بعد ما سبتها تبرد تماما حطيت بقى معلقتين كبار من قشطه. القشطه اللي احنا بنشيلها كده من على وش الحليب، نحط معلقتين منها. هضربها بقى في الخلاط او في الهاند بلندر عشان ما يبقاش في اي تكتلات خالص بقى. ولا للدقيق ولا للقشطه ولا لاي حاجه خالص. وكمان هنصفيها. وكده يا جماعه بقى عندنا احلى والذ كريمه لباني معموله في البيت. بصوا عملنا لتر كامل. هنبدا بقى نصبه في بطرمانات او في اي علب زي ما انتم بتستخدموها بقى. واحفظوها في الفريزر. صدقوني بتطلع زيها زي اللي احنا لسه شارينها. مفيش اي فرق خالص. مش قادره اوصف لكم بقى الطعم والريحه والقوام كده حاجه. بصوا يا جماعه بجد في منتهى الجمال. وزي ما قلت لكم عملنا كميه حلوه قوي، عملنا لتر كده خطيره. بجد هتنبهروا بالنتيجه بتاعتها لما تجربوها. بالذات ان زي ما انا قلت لكم ان هي يعني ما بنستغناش عنها في الوصفات الرمضانية، في الشربات وفي الأكل بتاعنا. ويا جماعة بصوا عملناها بأبسط من ما يمكن وبأبسط المكونات، يعني يعتبر مفيهاش مكونات. بطريقة سهلة وبسيطة. اعتمدوا الوصفة دي يا جماعة بجد هتعجبكم جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وما تنسوش تعملوا